أهلا بكم في استكشاف جديد. النهاردة هنتعمق في قصة غريبة شوية، عنوانها البيت الذي يطالعك. هي حكاية عن بيت قديم معزول كده على طرف غابة. الناس بتتجنبه، بيقولوا إن في إحساس مش مريح حواليه. الفكرة الأساسية إن البيت ده كأنه بيراقب الناس اللي بتعدي، يعني النوافذ بتاعته السودة دي بيقولوا عليها عيون. وكمان في إشاعات إنها يعني بترمش ببطء. ده لوحده بداية يعني مقلقة جدا. صحيح. هو بياخد فكرة البيت المسكون الكلاسيكية لمستوى تاني خالص. هنا البيت مش مجرد مكان بتحصل فيه أحداث وخلاص. لا، ده هو نفسه كيان فاعل وبيراقب. والإحساس ده إن في حد بيراقبك طول الوقت، ده في حد ذاته عنصر رعب نفسي قوي جدا. ممكن ده كمان بيلمس وتر حساس عندنا اليومين دول، القلق من المراقبة والخصوصية وكده. بالظبط. القصة بقى بتبدأ فعلا مع شخصية اسمها سارة. سارة دي يعني تجاهلت كل التحذيرات ودخلت البيت. كانت بتهرب من المطر، بس أول ما دخلت الباب اتقفل وراها على طول. فجأة الدنيا ضلمة، وسمعت همسات كأن حد بينادي اسمها، وشافت انعكاسها في مراية بس كان مشوه تماماً. وفجأة ما لقيتش الباب، والجدران نفسها كأنها بتتحرك، كأنها حية. التحول من ملجأ لفخ كان سريع جداً. فعلا، الانتقال ده سريع وحاسم. الدخول اللي كان اختياري اتحول في لحظة لاحتجاز إجباري، وفقدان كامل للاتصال بالواقع. البيت ما بيستناش، هو بدأ فوراً في عملية الاستحواذ دي، كأن له وعي وإرادة خاصة، يعني عايز يبتلع ضحاياه. وده بيأسس لفكرة إن البيت ده كائن جائع، كيان بيصطاد. وبعد ما سارة اختفت الموضوع ما توقفش، لا، بدأت حالات اختفاء تانية تحصل لناس كانت بتعدي جنب الغابة. وهنا بيظهر سالم أخو سارة. سالم ده كان بيحلم أحلام غريبة، أحلام متكررة عن البيت، وشايف فيه عين كأنها بتبكي في شباك من الشبابيك. فقرر إنه لازم يروح بنفسه ويواجه البيت ده. مم. دخوله كشف عن مستوى تاني خالص من الخطر. اللي شافه سالم جوه كان صادم أكتر. البيت من جوه أكبر بكتير من شكله من بره، ومليان مرايات. بس المرايات دي مش بتعكس الواقع، لأ، كانت بتعكس وجوه ناس بتتعذب. ومن ضمنهم شاف أخته سارة، كانت بتستنجد بيه من وراء إزاز المراية، ووراها كان في ظل كده شكله غريب متعدد الوجوه. هنا المرايات واضح إنها مش مجرد ديكور، دي أدوات للحبس. كأنها السجون للأرواح، أو يمكن بوابات لعالم الكوابيس اللي البيت ده بيصنعه. ولما سالم حاول يكسر المراية، هي اللي ابتلعته. يا إلهي! فده بيورينا إن قدرات البيت بتتطور، ما بقاش بس بيراقب، لأ، ده بقى بيصطاد الأرواح بشكل فعال جدا وبيحتجزها. وكأن كل ضحية جديدة بتغذي البيت ده، بتقويه أكثر. والعين أو النافذة الجديدة اللي بتظهر كل مرة دي، دليل مرعب على إنه بينمو فعلاً. بس المواجهة الحقيقية بتيجي مع شخصية تعيسة، سعد. ده صديقه سالم. سعد دخلوا البيت بس كان مستعد بشكل مختلف تماماً. كان معاه كاميرا ومصحف وكشاف قوي. الاستعداد ده إيه دلالاته؟ استعداد سعد ده بيمثل نقلة من دور الضحية المستسلمة لدور المواجهة المباشرة. الأدوات اللي معاه رمزية جدا. الكاميرا ممكن للتوثيق أو لكشف حاجة مخفية، الكشاف طبعا عشان ينور الظلمة، والمصحف كسلاح روحي. هو داخل يتحدى سلطة البيت، داخل يحاول يكسر دايرة الرعب دي. مش جاي يدور وبس، لا، ده جاي يقاوم. وفعلا ده اللي حصل. أول ما سعد بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي، البيت لأول مرة بيتفاعل بعنف. الجدران بتتهز، المرايات بتتشقق، وصراخ عالي جدا ملا المكان. رد الفعل ده ما كانش ظهر قبل كده. وظهر كمان وجه مشوه متكون من وجوه الضحايا الملتصقة ببعضها. وسمع صوت غريب بيقولوا إن الضحايا دول اختاروا البقاء. إزاي نفهم الجملة دي؟ يعني إيه اختاروا البقاء؟ الجملة دي، اختاروا البقاء، مقلقة جدا، وفيها كذا احتمال. هل دي حقيقة مشوهة جوه منطق البيت الشرير ده؟ هل الضحايا إرادتهم اتكسرت لدرجة إنهم استسلموا فعلا؟ أو ممكن تكون مجرد آلية دفاع من الكيان ده عشان يثني سعد عن محاولته، يشتته. وممكن كمان تكون إشارة لأن الضحايا دول كان جواهم يأس أو إحساس بالذنب
عبطهم بالمكان ده حتى من قبل ما يدخلوه؟ مين عارف؟ بس الأكيد إن رد فعل البيت العنيف على النص الديني بيوضح إن في صراع حقيقي بين قوة مختلفة، صراع على الأرواح اللي محبوسة جوه. وسعد استمر يقرأ وصوته يعلى أكتر، ومع استمراره عيون البيت اللي هي النوافذ بدأت تنطفي واحدة ورا التانية. الأصوات تلاشت، والمرايات كلها انفجرت. الوجوه اللي كانت جواها اتحولت لتراب أو غبار. وسمع صوت سارة واضح جدا بتشكره وبتقوله انتهى الأمر. سعد خرج من البيت مرتجف طبعا، لكنه نجا. حكى قصته، بس ناس كتير ما صدقتوش، قالوا دي هولسة أو أثر الصدمة اللي مر بيها. والأهم من كل ده إن البيت نفسه اختفى تماما من الغابة، كأن الأرض بلعته. صحيح، خروج سعد وانتصاره الروحي ده يبدو كنهاية حاسمة، خصوصا مع اختفاء البيت المادي. بس الشك اللي فضل عند الناس وإنهم اعتبروا قصته هلوسة ده بيسيب كده ظل من عدم اليقين. هل الشر انتهى بجد ولا هو بس انسحب لمكان تاني؟ اختفاء البيت نفسه غامض. والأكثر إثارة للقلق بقى هو الأثر اللي فضل في المكان. بيقولوا إن مكان البيت بقى فيه بقعة أرض لونها أغمق من اللي حواليها، والهواء فيها أبرد. والأهم إن لسه في ناس من زوار الغابة بيحكوا عن إحساس بالمراقبة حتى بعد ما البيت اختفى. والقصة بتخلص بتساؤل مرعب شوية، ولا يمكن كل بيت فيه عين بس ما ننتبه. التساؤل الأخير ده هو اللي بيخلي القصة تتجاوز حدود الحكاية نفسها، بينقل الفكرة من بيت مسكون معين لإمكانية إن النوع ده من الوعي الخفي أو المتربص ممكن يكون موجود في أي مكان عادي ومألوف حوالينا. بيخلي المستمع كده يتأمل في محيطه الخاص بنظرة تانية. هل الأماكن اللي بنعيش فيها وبنعتبرها آمنة دي هي فعلا آمنة؟ هل الأماكن بتحتفظ بذاكرة للأحداث اللي حصلت فيها؟ ولا الموضوع كله مجرد انعكاس لمخاوفنا إحنا؟ وهنا بنسيب المستمعين يفكروا في النقطة دي. هل القصة دي مجرد حكاية رعب وخلاص؟ ولا هي بتستخدم العناصر الخارقة دي عشان تستكشف حاجة أعمق جوانا؟ يمكن عن إحساسنا بالعزلة في عالمنا ده، أو القلق من المجهول، أو حتى الإحساس الدائم بأننا مراقبين حتى في الأماكن الخاصة. إزاي الأماكن ممكن تحتفظ بصدى اللي بيحصل فيها؟ وهل إحنا فعلاً بننتبه للي حوالينا؟ سؤال يستحق التفكير.